بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أقول إن معظم الرجال بيتضايقوا قوي من صراخ زوجاتهم المزعج في البيت، لكن الصراخ ده تنفيذ لأحاسيس مدفونة في قلبها. الزوجة ممكن تعبر عن صراخها لأسباب كتيرة قوي، منها لأنها مضغوطة بالمسؤوليات، لأنها أحيانا بتكون مش قادرة على الموازنة بين بيتها وبيئتها، وعايزة تنجح في بيتها وحياتها بامتياز، لأنها عايزة تكون كويسة ومش عارفة، عايزة بيت كله راحة، زوج بيحبها، أولاد مؤدبين وناجحين في دراستهم، بيت نظيف، نجاح في علاقات الزوجية. ممكن تكون بتعاني من قلة العاطفة لأنها حست إنها أهملت في أسرتها أو عيلتها. ممكن يكون اضطراب في هرمون في جسمها لأنها حست إنها أهملت في أسرتها أو عيلتها. ممكن يكون اضطراب هرموني في جسمها، وممكن تكون عايزة تخس ومحرومة من بعض الأكل اللي هي بتحبه. ممكن لأنها محبطة وحاسة إن محدش بيحاول يرضيها أو يسعدها، لأنك ما بتسألش عليها أصلا. زي الحال، عاملة إيه النهاردة؟ أنت كويسة؟ محتاجة مساعدة في حاجة؟ كلمتين مش أكتر راح يغيروا حاجات كتيرة أوي جواها. الكام سؤال دول راح يغيروا مود أي إنسان للأحسن. ضيعت طموحها المستقبلي والمهني والوظيفي وفرص تعليمها، وهو يعني لها الكثير. جلوسها في البيت مع الولاد فترة طويلة من غير راحة ده بيخليها مخنوقة. بخلاف كل ده هيئ لها مفاجأة راح تساعدها بشكل كبير، بتغير الروتين اليومي اللي هي عايشة فيه. يا سلام بقى لو هدية بسيطة قبل ما تنمي الحب جواها راح تنمي روحها بالسعادة. أيها الرجال اهتموا، اصبروا على زوجاتكم واعدلوا بينهم. الزوجة هي سند، أمان وسر ومربية وداعمة عاطفية ومحفزة وولاء ورعاية واهتمام ومدرسة وطباخة ومنظفة ومعلمة في كل حاجة. الأمومة والأطفال والبيت مش أمر هين. أرجوكم استقيموا يرحمكم الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.